مساء الخير حبايبي، صباح الخير، مساء الخير، بكيفكم؟ يمتى ما تشوفون الفيديو اني مسلمة ومنورة. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين يا رب، صحة وسلامة للجميع. حبايبي اليوم مشتهين هريسة. من يحب الهريسة وشلون تحبوها؟ عندي نص كيلو حبية، هذا شوفوا، وضفت له قلاص تمن يسوي طعمها، واذا كانت طعمها طيب، واذا كانت الحبية سمرة عندكم ضيفوا لها تمن او رز على مود يفتح لونها شوية. وبنفس الوقت اذا كانت عندكم قليلة وتريدون تكثروها هم ضيفوا لها تمن. هنا نقعتهن سوية وخليتهم على صفحة. منو تحب الهريسة وشون تحبوها؟ بيضة؟ شنو اضافاتها؟ شو تضيفوا لها؟ هنا عندي لحم مال عجل مقطعته، انا اكيسه بهالشكل هذا، اقطعه اسوي كاس هيجي طبخات يعني، واخليه بالمجمدة. وعندي لية جامدة زين، اني قليل هاي من اللية جامدة دا خليتهم بالماء حتى تحل عندي، واطبخها بعد ما تنقع طبعا الحبية كل زين اخليها وابقوا ويانا ان شاء الله تعجبكم طريقة الهريسة مالتنا، ومن يحبها وشون تحبوها كتبوا لنا بالتعليقات حبايبي. هاي هنا اللحم بعد ما سلق كل زين هرسناه بهاي المهراسة اليدوية، بسع هو انهرس لأن مسلوق زين على كيف، خليته على النار ينسلق. وحضرت المي مالت الهريسة، وهاي هنا الحبية مالتنا نقعت ما شاء الله، طبعا خوش حبية بس نقعت. شوفوها شلون مردت بايديا، بعد مردت. هسه راح اخليها المي الحار. وهاي هنا ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنا شوفوها ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. راح اخليها اول ما بداية ما تبدي تغلي يعني تفور، اخليها على النار هذا حتى تستوي على كيفها. وعندنا اللحم حاضر احنا. ان شاء الله الفيديو اليوم يعجبكم، طريقتها كلش سهلة وسريعة وكلش طيبة. وهاي هنا مثل ما تشوفون بدأت تفور عندنا ما شاء الله. شوف حبايتها ساعة استوت. نوعية الحبية هاي كلش حلوة وزينة، يعني نوعيتها كلش زينة. هسه راح ابدي انص عليها حتى تستوي على كيفها. باعوا نصيت عليها، راح اخليها تستوي على كيفها. اذا تحتاج مي والحبية بعد ما مستوية لازم نفور مي ونضيف لها احسن، حتى ما تلزم عندنا الحبية. زين حبايبي، وهاي هنا حبايبي مثل ما تشوفون طبعا شلون هرستها، باعوا شلون صارت تخبل ما شاء الله تبارك الرحمن. باعوها تخبل صارت. هسه راح ابدي اصبها. وهاي حبايبي ضفت لها الدارسين، طبعا كلش طيبة من يحبها بالدارسين. وراح اضيف الشكر ما شاء الله تبارك الرحمن. شنو رأيكم بالطبق مالتنا؟ وهاي قليل من الدهن يسوي لنا طعم لها كلش طيب، خاصة اذا دهن حار بعد اطيب تصير. وهذا طبقنا اليوم، سهمنا وسهمكم العافية، واتمنى تعجبكم الخطوات سريعة وسهلة وكلش طيبة، وخاصة هسه فصل الشتاء كلش طيبة. هاي حبايبي هريستنا وسر ثوابات حبايبي. ومرة ثانية اقول لكم سهمكم العافية، واتمنى يعجبكم كل اللي اقدمه.